لو بتعمل حملات على الفيسبوك بتكلفك كتير ومش جايبة نتائج، ده بقى لأن هدف الحملة من الأول مش صح. تعال معايا نحدد الهدف اللي يناسب شركات التطوير والتسويق العقاري. الهدف الأول هو الانجيجمنت، التفاعل، وده بقى أكبر فخ يقع فيه شركات التسويق العقاري والتطوير العقاري. اللايكات والتعليقات وش معناها إن دي ناس عايزة تشتري، دي ناس بتتفرج وناس عندها فضول، ودول الأغلبية. الهدف الثاني الأويرنس، الوعي، وده يناسب أكتر شركات التطوير العقاري أو المشاريع الجديدة. ليه بقى؟ لأن محدش بيشتري عقار من شركة أول مرة يسمع اسمها. لو أنت بروكر الأويرنس مش هيسمع معاك أوي. ليه؟ لأن أنت عايز مبيعات مباشرة وعايز العميل يجي في أسرع وقت. الهدف الثالث هو الترافيك، الزيارات، مناسب لو أنت عندك موقع قوي وسريع وفيه عرض محدد بزمن. بتجيب ناس مستهدفة تدخل الموقع، تتفرج على الوحدات، الصور، النماذج، وتتواصل معاك عن طريق الواتساب. ده مناسب لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري، بشرط ان يكون عندك منصة قوية وسريعة. الهدف الرابع هو الهدف الذهبي، حملة الليدز، العملاء المحتملين. هو ده الهدف المناسب لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري بنسبة 100%. انت بتجمع بيانات ناس مهتمة فعلا، الايميل، رقم التليفون، الميعاد المناسب للاتصال، البادجت، المساحة، كل البيانات دي مفيش حد بيخش يملاها الا لما يكون فعلا مهتم. طبعا مناسب لشركات التسويق العقاري اللي عايزين عميل سريع بيخلص، مناسب لشركات التطوير العقاري اللي عندها فريق مبيعات قوي وجاهز ان هو يقفل. نصيحتي انا الشخصيه، لو عندك مشروع جديد اعمل مزج ما بين الاويرنس والليد، ابني ثقه وسمعه وفي نفس الوقت جمع بيانات وقفل بيها. اللي انت سمعته ده كان جزء من خطة تسويق عقاري متكاملة على منصة اي برو. تابعني وكل يوم هقول لك معلومة جديدة.